الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ففي البداية أقول ليس لدي مشكلة مع أي أحد طالما لم يسئ للدين والعلماء الثقات والصحابة أو يحاول تلميع المبتدعة الذين عانى المسلمون منهم طويلا، وعلى رأس هؤلاء الشيعة الذين هم شوكة في خاصرة الإسلام الذين يسيئون للإسلام ويكفرون الصحابة وعلى رأسهم الخامنئي. فعندما سمعت حلقة عبد الله الشريف عن خامنئي شعرت أنه يتكلم عن شيخ من شيوخ الإسلام، وهذا من أعجب العجب. ففي هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل وصار فيه تلميع الطغاة وتبييض وجوه المجرمين حرفة يتقنها بعض من يدعون امتلاك ناصية الحقيقة، فيطلون علينا بوجوه باسمة ونبرات هادئة رزينة مفتعلة يدسون من خلالها السم الزعاف في الدسم، ويستغفلون عوام الناس وبسطائهم بسرديات تاريخية انتقائية مكارة مفصلة بعناية على مقاس أهوائهم وتوجهاتهم المشبوهة، ليجعلوا من جلاد الشعوب ومهندس الخراب الأعظم في منطقتنا حملا وديعا أو بطلا مغوارا لا يشق له غبار، بل ويصنعون له بخبث هالة من قداسة مزيفة تحت ستار الموضوعية المزعومة التي لا تعدو كونها استخفافا بعقول المتابعين. فؤاد غيره في 19 أبريل سنة 1939 في مدينة مشهد شمال شرق إيران. وتخيل إن ال10 8 أولاد مع أب وأم عايشين في أوضة واحدة، وعشاهم كان بيبقى وجبة الفقراء الشهيرة هناك خبز وزبيب. فتراهم يستدعون بدهاء مشاهد طفولة المرشد وفقره المدقع وتناوله لوجبات الخبز والزبيب في محاولة بائسة مكشوفة لاستدرار عطف المتلقي ودغدغة مشاعره، متناسين عمدا وعن سبق إصرار وترصد أن هذا الفقير المتزهد في ظاهره قد أحال بقراراته الطائفية حياة ملايين المسلمين إلى جحيم حقيقي لا يطاق. فهل شفع له قراءاته لرواية البؤساء لفيكتور هوغو كما تدعي أن يرحم بؤساء سوريا والعراق واليمن ولبنان، أم أنه استلهم منها كيف يصنع مآسي أشد بشاعة ويشرد شعوبا بأكملها لتقبع في خيام اللجوء والشتات تنتظر رحمة السماء بعد أن سلبها أدنى حقوق الحياة؟ ويتبكى هذا بلسان غريب على إجادة المرشد للغة العربية وتفرغه لترجمة كتب سيد قطب، وكأن ترجمة كتب هذا الرجل أو حفظ متن في قواعد اللغة العربية يكفي ليغسل يديه الملتقطين حتى المرفقين بدماء مئات الآلاف من الأبرياء. يا لها من مفارقة ساخرة مبكية أن يشيد هذا المتحذلق برجل يترجم كتابا بيده اليمنى ثم يرسل بيده اليسرى ميليشياته الطائفية لتحيل حياة أهل السنة إلى ظلال قاتمة من الموت والدمار. ويا لها من قسمة ضيزة وكيل بمكيالين حينما يتحدث هذا المتذلل عن علماء السنة ورموزهم، فتراه يتنمر ويستشرس ويمسح بهم بلاط الأرض تسفيها وتحقيرا بدون رحمة، ولا يترك نقيصة أو زلة أو خلافا إلا وضخمه وألصقه بهم ليسقط هيبتهم في قلوب العوام، بينما يقف إجلالا واحتراما ويطأطئ رأسه تخشعا أمام من أصدر فتاوى الذبح والتهجير على أساس طائفي بغيض، مبررا كل تلك الجرائم البشعة بحجة واهية مفادها أن هذا الرجل قد ناصر القضية الفلسطينية في حين تخلى عنها الآخرون. فهل أصبحت فلسطين الجريحة صك غفران يباح به للباطنيين تدمير 4 عواصم عربية عريقة؟ وهل معركة تحرير المسجد الأقصى تتطلب بالضرورة المرور عبر تسوية حلب الشهباء وحمص العادية والفلوجة الأبية بالأرض أنقاضا فوق رؤوس قاتنيها؟ يا عمنا، بعد اطلاعك على تاريخ الرجل بما له وما عليه من الولادة إلى الممات، فمع اكتساب عداوات ملايين ممن تأذوا بسياساته من اليمن جنوبا إلى العراق شمالا وفي المقدمة سوريا وشعبها، فالراجل كمان اكتسب أتباع ومؤيدين ومريدين بالملايين. ثم بعد ذلك يذكر على استحياء شديد وفي جمل عابرة سريعة لا تكاد تلفت الانتباه أن المرشد قد اتخذ قرارا بالتدخل في سوريا وقمع ثورتها الشعبية واستخدام سليماني ليفعل بالسوريين ما هو أبشع من أفعال السافاك، ثم يسارع كالملسوع للقفز فوق هذه المذبحة التاريخية المروعة التي يندى لها جبين الإنسانية، ليعود فورا إلى تمجيده والتسبيح بحمده تحت مسمى دعم المقاومة، مستخدما منطق ما له وما عليه بمنتهى البراغماتية الفجة. ويا ليته كان رجلا صادقا يستخدم هذا الميزان نفسه مع خصومه من الداعين لسنة المصطفى، ولكنها عين الرضا التي عن كل عيب طائفي
طائفي كليلة، ثم يزيد في غيه ويتبجح بتبرئة ساحة هؤلاء القوم من جريمة سب الصحابة الأخيار وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، مستندا إلى فتوى بائسة ليست سوى حبر على ورق صدرت لتمارس أبشع صور التقية السياسية المفضوحة، متجاهلا بصلف غريب كل تلك المقاطع بالصوت والصورة التي تصدح باللعن والشتم والتكفير في قوافلهم وحسينياتهم، بل وتترجم عمليا في أزقة حلب سابقا وشوارع بغداد على أيدي ميليشياتهم المتعطشة للدماء والتي تتقرب إلى الله كما يزعمون بذبح المخالفين لهم في العقيدة. ومنئي نفسه طالع في فتوى سنة 2010 بتحريم سب الرموز الإسلامية السنية أو الطعن في أمهات المؤمنين، وما زالت الفتوى موجودة على موقعه الرسمي. إنها لمهزلة عقلية كبرى أن يصور لنا من دعم بشار الأسد بالمال والرجال والسلاح في عملية إبادة شعبه بالبراميل المتفجرة والغارات الكيماوية والتجويع حتى الموت على أنه المدافع الأوحد عن شرف هذه الأمة وكرامتها. فالمقاومة المزعومة التي تتغاذى على دماء المسلمين وتستبيح أعراضهم في السجون والمعتقلات في سوريا والعراق ليست سوى وجه قبيح آخر للاحتلال الغاشم، وكلاهما ينهش في جسد هذه الأمة المثخن بالجراح. ولكن هذا البائع للأوهام على منابر اليوتيوب والذي اعتاد على دغدغة عواطف الجماهير بكلمات معسولة منمقة مدعومة بمؤثرات صوتية شجية مدروسة لسحب العقول، يعتقد غرورا أن ذاكرة الشعوب مثقوبة وأن صور المقابر الجماعية في صدنايا ومخيمات التهجير القسري في إدلب المتجمدة يمكن محوها بخطبة عصماء أو بمرثية سمجة تجعل من القاتل شهيدا مقدسا، فيقول لنا بكل جرأة على الحق أن الرجل قتل بتلك الصواريخ لتكون له خاتمة الشهادة التي يرجوها. منحوا الرجل 80 ما يرجوه من ختام يؤمن أنه شهادة. تعسا لهذا التلبيس، فقد نسي أو تنسى أن الشهادة في سبيل الله كرامة عظيمة يؤتيها الله للمخلصين من عباده الذين لم تتلطخ أيديهم يوما بدماء الموحدين، وأن النهايات المأساوية بتحطم المباني ليست دليلا قطعيا على صحة المنهج أو سلامة الطوية، بل هي في كثير من الأحيان ليست إلا قصاصا دنيويا معجلا بعدل السماء. فمن كأس الدم المرة التي سقى بها غيره لابد أن يشرب حتى الثمالة، فلا التلميع المبتذل يمكن أن ينقذ التاريخ الأسود من حكم الأجيال القادمة، ولا النبرة الهادئة المتصنعة قادرة على أن تخنق صرخات الثكالى وأنين اليتامى الذين شردوا وقتلوا بسبب مشروع التمدد الطائفي التوسعي الذي رعاه هذا المرشد المعظم عند أتباعه والمطبلين له في كل واد. وإنها لخيانة عظمى للعقل والضمير معا أن نغض طرف عن مشروع فارسي قومي استيطاني يلبس خبثا ثوب الإسلام ويتدثر بمكر بشعار ممانعة لتمرير أجندته الخبيثة الرامية لاختراق نسيجنا الاجتماعي، فالذي يفتخر قادته علنا بمساعدة الكيان والأمريكان في احتلال أفغانستان والعراق كما صرحوا بذلك بأنفسهم دون حياء، لا يمكن له في لحظة سحرية أن يكون نصيرا حقيقيا مخلصا لفلسطين، بل هو مستثمر جيد ومنافق ماهر يستغل جراح الأمة النازفة لتحقيق مكاسبه التفاوضية على مائدة الدول الكبرى، مقدما دماء المسلمين قرابين على مذبح مصالحه النووية. فالولي الفقيه حول بلاده ذاتها إلى سجن كبير يقمع المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، ثم يصدر لنا نحن العرب الميليشيات المتطرفة وحبوب الكبتاجون والفوضى بدلا من الحضارات والتنمية. فليصمت هذا بلسانه المعوج، وليصمت هو وأمثاله ممن يحاولون تلميع الشيعة وعلى رأسهم خامنئي، متوهمين أن البلاغة قادرة على قلب الحقائق، وليعلموا علم اليقين أن قطرة دم واحدة من دماء شهداء الثورة السورية والعراقية الأبرياء أطهر وأزكى من أن تساوم في مزاد المقاومة المزيفة التي يتشدقون بها، وأن التاريخ الحر غير المزور سيكتب بخطوط من نار لا تنسى أن هذا المرشد الذي يتباكون على رحيله لم يكن في حقيقة أمره سوى خنجر مسموم غرس بغدر في خاصرة الأمة الإسلامية ليشق صفها ويضعف شوكتها، وأن كل محاولات غسيل السمعة المتكررة لن تفلح أبدا في طمس الحقائق الساطعة كشمس رابعة النهار. فالمجرم يبقى مجرما وإن تقنع بقناع القديسين والصالحين، والمدلس يبقى مفتضحا مكشوف السوءة وإن مقى كلامه بأعذب الألفاظ وأرق العبارات وأحدث التقنيات البصرية. والعاقبة دائما للمتقين الواعين الذين لا يخافون في قول كلمة الحق لومة لائم، ولا ينخدعون ببريق الزيف والباطل مهما طال به الزمان، يتبختر في ثوب العفة أو مهما كثر المطبلون له والمسبحون في الساحات المرئية والمسموعة ومنصات التواصل الاجتماعي. فلله در الشعوب الحرة اليقظة التي تميز بفطرتها السليمة وعقيدتها الصافية بين الصادق الأمين الذي يبذل روحه نصرة للمظلومين حقا، وبين الدجال المنافق الذي يبني مجده الوهمي وزعامته الكرتونية على جماجم الأبرياء وأشلاء الأطفال ليخضع به السذج والعوام الذين أعمى بصائرهم التلاعب بالكلمات المزخرفة
المكشوفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع عند وقوف الخلائق أمام محكمة العدل الإلهي التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها بالحق والقسطاس المستقيم، بعيدا عن عدسات الكاميرا وأضواء الاستوديوهات الزائفة. وأخيرا، نحن لا نجامل أحدا كائنا من كان على حساب ديننا وعقيدتنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.